بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه شفت جزء من حلقة للمريضة النفسية أو المجنونة لميس الحديدي لو قلت مريضة يبقى ببرئها من تهمتها، إنما لقيتها بتتكلم عن موضوع آه مصيبة حصلت في روضة أطفال أو حضانة بتاعت أطفال. آه، غالية جدا، بتاعت الناس اللي هاي بتدفع يجي 3000 في الشهر. ناس بتودي أطفالها الحضانة ديت في محافظة الإسكندرية. وفي مدرسة من المدرسات فضحت المديرة بتاعت الحضانة دي إنها ست مجنونة بتمارس هوايتها في تعذيب الأطفال، بتمارس فيهم طرق تعذيب بيتم استخدامها من رأيي ومعرفتي ضد الناس الكبار أيضا، يعني في السجون والمعتقلات. زي مثلا بتقول من الحاجات الخطيرة المجنونة إن المديرة دي خلت أطفال يلحسوا الترجيع بتاعهم. وأيضا بتضربهم لما بيعملوا حمام يعني. وبتنزل بالضرب على راسهم بالعصيان وكده. فدي ذكرتني بطرق التعذيب في السجون والمعتقلات بتاعت الشرطة اللي هي تبع السيسي والعسكر، اللي هي لميس الحديدي غنت ورقصت وزقططت لما السيسي جه، قالت الله عليك يا مصر. فبتبصلها وهي قاعدة تحاور المتصلة المدرسة. عايز أعرف إحساسها إيه لميس وهي بتسمع الكلام ده عن تعذيب البشر. يعني هي عملت إنها متأثرة وتقول يا تعمل كده في أطفال. عارفين دي لو عندها دم كان زمانها بكت على الأطفال دول. دي لو إنسانة طبيعية وعندها رحمة أو دين أو تربية كانت هتحس بالبكاء. اللي شوف لما طفل بيتعذب التعذيب ده، تصوروا بقى إن التعذيب ده وأكتر منه بيتم على إيد ضباط وناس لناس كبيرة في السن في السجون والمعتقلات في أمن الدولة والسجون. والسيسي بيشرف على الحاجات دي وبيحرض. وطبعا من رجالة السيسي أو من ضمن الحاشية بتاعته هي لميس حديدة هي وعمرو أديب، العالم الوسخة دي. يعني أنا عايز أقول للميس أنت إيه إحساسك دلوقتي يعني أنا شايف إحساسها، أنا شايف ملامح وشها تقول إنها مش متأثرة بتعذيب الأطفال دول. هتقول يا عادي بقى، فهمني يعني. هي لو بتحس كانت هتفتكر التحريض اللي عملته على الناس وبسببها هي وأمثالها من بيسموا نفسهم إعلاميين أراجوزات زي وائل الأبرش الله ينتقم منه مطرح ما راح، وجوزها عمرو أديب وعماد أديب وأحمد موسى والديهي. أشكال وسخة دي ومفيد فوزي، كل أشكال الوسخة اللي ربنا ابتلى مصر بيهم. اللي ساعدوا في تعذيب ناس وقتل ناس من التعذيب، يا إما في الشوارع يا إما في داخل السجون من الأمراض. إلى اليوم في ناس محترمة جوه السجون بغض النظر عن شهاداتهم، عن مستوى تعليمهم، عن مستواهم المادي. الناس اللي جوه آه، بتتعذب، إما بالتعذيب بالبدني إما تعذيب بطيء اللي هو المرض والاكتئاب والحسرة. لما يعني ناس ضحت بحياتها في العلم في الجامعات، منهم مدرسين جامعات منهم دكاترة زي الدكتور عبد المنعم أبو فتوح، زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، زي الأستاذ الدكتور البلتاجي. كلهم دكاترة وناس معلمين أفاضل. وغيرهم من الشباب أيضا غير متعلمين جوه ومواطنين عاديين. لا أعرف أساميهم كلهم. فيا لميس انتي مش بني ادم، انت جوزك فاكرة جوزك عمرو اديب برضك اللي جاب البنت اللي تم اغتصابها واجبرها تقول كلام غير الحقيقة. اه حسبنا الله ونعم الوكيل.